بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يحاول تلميذي يوسف إن شاء الله أن يرسم النجمة والهلال للعلم الوطني الجزائري. أول حاجة نرسمها هي الدائرة، ثم نأخذ القياسات اللي هي الثمن والربع والخمس انطلاقا من عرض العلم، ثم نقوم برسم خط أفقي حتى يتسنى لنا أن نرسم الدائرة الثانية الداخلية للهلال، ثم نضع قياس الثمن، يعني ثمن عرض العلم، ثم نعين نقطة في الأعلى ونقطة في الأسفل. هذه النقطتين هي نقاط تقاطع الدائرتين بالنسبة للهلال. ثم نقوم بتعيين النقطة حيث نضع القلم في هذه النقطة ونعين مركز الدائرة على الخط. سنلاحظ أن الدائرتين يتقاطعان في نقطتين. ثم بعد ذلك نرسم الدائرة الخاصة بالنجم، ونصف قطرها هو الثمن. نضع القلم في النقطة الظاهرة، ثم نقوم برسم دائرة النجم. سنلاحظ أن الدائرة تقاطع الخط العمودي الفاصل ما بين اللون الأبيض واللون الأخضر في نقطتين. هذان الرأسان هما رأسي النجمة في جهة اليسار. نعين المركز، ثم نقوم بتقسيم الدائرة إلى 5 أقسام. سنقسم 360 إلى 5، ستعطينا 72 درجة. نقوم برسم باقي الرؤوس، هو الرأس الأول والرأس الثاني هكذا، والرأس الثالث والرابع، وهكذا حتى نتحصل على نفس القياسات. ويمكن كذلك رسمها بطريقة أخرى عن طريق الفرجار. نأخذ المسافة فقط ونقوم بتعيين النقطتين. هذا فقط لكي يتعلم أبناؤنا طريقة مسك المنقلة والعمل به. هكذا نكون قد أتممنا رسم النجمة والهلال، ثم نقوم بالربط، يعني ربط هذه النقاط ببعضها البعض. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو البسيط، وحفظ الله تلميذي العزيز يوسف، ووفقه الله إن شاء الله إلى ما يحبه ويرضاه. صحيت، بارك الله فيك.